سلام صافا لاباس عليكم؟ هاني كاش ما تكونوا بخير وبالف خير نتوما كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. مرحبا مره جديده في القناه ديالي. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم روتين كامل للعنايه بالرقبه. هذه المنطقه هذه بزاف ديال البنات كينساو انهم يعتنيوا بها وكينساو على ان حتى هي كيظهروا فيها مشاكل سواء اسمرار، تسبغات، خطوط، شيخوخه المبكره، جفاف، قشور، يعني بزاف ديال المشاكل كيظهروا في هذه المنطقه هذه. ومؤخرا بزاف ديال البنات كيتشكاو من هذه المنطقه هذه، ولهذا انا اليوم جبت لكم روتين كامل للعنايه بالرقبه والتخلص من اسمرار وتوحيد اللون في هذه المنطقه هذه والتخلص من جميع مشاكل اللي كنعانيو منها في هذه المنطقه هذه. ولكن قبل ما نخليكم مع الفيديو والخطوات غادي نقول لكم اشنو هما الاسباب اللي كيؤديو للاسمرار او لا التسبغات في هذه المنطقه هذه. دونك نبداو الروتين ديالنا على بركه الله. كما قلت لكم هذه المنطقه هذه مؤخرا كيظهروا عند بزاف ديال البنات مشاكل في الرقبه سواء اسمرار او لا جفاف او لا شيخوخه المبكره او لا تجاعيد اللي كتكون ظاهره في هذه المنطقه هذه. وبزاف ديال البنات كينساو على ان الرقبه بحالها بحال الوجه بحال الجسم بحال الشعر، حتى هي خاصها العنايه وخاصها الوصفات وخاصها الكريمات باش كنحافظوا على الشباب ديالها وتوحيد اللون في هذه المنطقه هذه. من بين الاسباب اللي كتؤدي الى اسمرار او مشاكل في هذه المنطقه هذه هي الغده الدرقيه. خاصكم الا حسيتوا على ان عندكم اسمرار غير طبيعي تعملوا التحاليل ديالكم باش تشوفوا واش عندكم مشكل او لا تغير في الغده الدرقيه. طبعا من بين الاشياء اللي كتؤدي لاسمرار الرقبه اللي هما لي زاكسيسوار اكسسوريز اللي كنديروا لهذه المنطقه هذه، النكلس يعني السناسل اللي كنستعملوا لهذه المنطقه هذه سواء الا ما كانوش ديال الذهب او الا ما كانوش اوريجينال فهما كيسببوا لنا مع العرق مع المده مع العرق كيسببوا لنا في اسمرار وحساسيه في هذه المنطقه هذه. طبعا تعرض اشعه الشمس، عدم استعمال الواقي الشمسي، تعرض الى يعني في البحر في لابيسين، استعمال كريمات اللي هي فيها مواد كيميائيه، كاع هاد العوامل هذه كتؤدي الى اسمرار الرقبه. استعمال الفونديشن في هذه المنطقه هذه او لا المكياج في هذه المنطقه هذه يعني الفوند كريم الاساس حتى هو كتطبقوا على هذه المنطقه هذه حتى هو من بين العوامل اللي كتؤدي الى جفاف وتجاعيد واسمرار في هذه المنطقه هذه. يعني بزاف ديال المشاكل اللي كيديرها المكياج. الصراحه انا كاع ما كنصح انكم تستعملوا الفوند دو تان وخصوصا في فصل الصيف. دونك هادو هما المشاكل ولا هادو هما اغلب المشاكل اللي كتخلي هذه المنطقه هذه يكون فيها اسمرار ويكون فيها بزاف ديال المشاكل. ولكن كما قلت لكم انا اليوم جبت لكم روتين كامل متكامل للعنايه بهذه المنطقه هذه. نخليكم مع الخطوات ونتلاقاو. أول خطوة واللي هي تقشير. بالنسبة للمقشر فهي خطوة جد أساسية وضرورية في الروتين للعناية سواء بالبشرة الرقبة أو للجسم، فالتقشير أصبح خطوة جد أساسية. بالنسبة للمقشر ديال اليوم فأنا استعملت معلقة ديال زنجلان اللي هو السمسم ومعلقه ديال اللوز مطحون ومعلقه ديال السكر سنيده اللي عنده رؤوس صغيره. طبعا بالنسبه لهذا المقشر هذا غادي نجمعه بزيت لافوكا. هذا المقشر هذا فهو كيساعد في التخلص من الجلد الميت، قشور في الرقبه، تخلص من التجاعيد الاوليه، الشيخوخه المبكره، تحفيز الدوره الدمويه، تحفيز الكولاجين، للتخلص من الشيخوخه المبكره، تخلص من التسبغات والبقع الداكنه في الرقبه. كنصحكم تستعملوا المقشر نهار ونهار لا للحصول على نتيجه خياليه. بالنسبه لهذا المقشر هذا غادي نطبقوا على الرقبه ديالي لمده 10 دقائق. ودابا غادي نخليكم مع الطريقه. ثاني خطوة واللي هو الماسك. بالنسبة للرقبة بحالها بحال البشرة بحال الجسم حتى هي كتحتاج الماسكات والفيتامينات باش كنهتموا بهذه المنطقة هذه. انا في هذا الماسك هذا حبيت انني نشارك معكم ماسك للتبييض والتخلص من الاسمرار نهائيا، اللي كيتكون من معلقة ديال الشوفان، معلقة ديال البابونج ومعلقة صغيرة ديال الكركم الطبيعي. وغادي نجمع الماسك بالحليب السائل كامل الدسم، وطبعا غادي نضيف عليهم دانون
الطبيعي الياغورت. بالنسبه لهذا الماسك هذا فانا كنطبقه على البشره ديالي لمده 20 دقيقه ومن بعد كنغسلو بحركات دائريين. فهذا الماسك هذا كيساعد على التخلص من الاسمرار، البقع الداكنه، التسبغات، التجاعيد، كيعطي واحد البياض لامع. دابا نخليكم مع الطريقه. إلا لاحظتوا في هذا الروتين هذا فأنا شاركت معكم أكثر من ماسك للعناية بالرقبة. بالنسبة لهذا الماسك هذا فأنا الصراحة فضلت أني نشارك معكم ماسك رائع للتبييض والتوحيد والتخلص من الاسمرار، لأن كنا كنعرفوا على أن الرقبة كتعرض للاسمرار أكثر من البشرة، ولهذا قررت نستعمل معكم في هذا الماسك هذا مكونات جد فعالة في التبييض والتخلص نهائيا من التسبغات. هاد المكونات هادو اللي هما عبارة على معلقة ديال قشور البرتقال مجفف ومطحون، معلقة ديال الشوفان، ومعلقة ديال الطين الابيض الطبيعي، ونص معلقه ديال زيت اللوز الحلو، ومعلقه ديال الحليب كامل الدسم، الحليب السائل طبعا كامل الدسم، ومعلقه ديال دانون طبيعي، الياغورت طبيعي. بالنسبه لهذا الماسك هذا فهو جد فعال في تبييض وتوحيد لون الرقبه. الصراحه هاد المكونات هادو فهما جد فعاله في تبييض بطريقه جد ملحوظه والتخلص نهائيا من الاسمرار والتسبغات في الرقبه والترطيب بعمق. صراحه دائما كنحاول اني نشارك معكم ماسكات اللي كيرطبوا في نفس الوقت، لان الترطيب صراحه خطوه اساسيه. الترطيب جد 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 مهم للعنايه سواء بالشعر، البشره او لا الجسم. ودابا غادي نخليكم مع طريقه تطبيق الماسك. معايا في هذا الروتين هذا فانا استعملت مقشر وجوج ديال الماسكات. بالنسبه للرقبه فمقشر واحد كافي، ولكن جوج ديال الماسكات من الاحسن تستعملوا جوج الى ثلاثه كحد اقصى ديال الماسكات في الروتين ديالكم للعنايه بهذه المنطقه هذه. بالنسبه للمقشر فهو جد فعال في التخلص من الجلد الميت، تخلص من البقع الداكنه، توحيد اللون، تخلص من تسبغات الاسمرار، كيحفز الدوره الدمويه، كيحفز الكولاجين اللي كيخلي هذه المنطقه هذه يبان عليها على انها منطقه صحيه، وكنحافظوا على الشباب ديالها. وطبعا الماسكات فكنستعملوهم للعنايه بهذه المنطقه هذه للتبييض وتوحيد لون الرقبه. غادي نقول لكم واحد السر اللي هو ان اي حاجه تستعملوها للوجه ديالكم طبقوها مباشره على العنق ديالكم، وهكا غادي تكونوا ربحتوا الوقت وربحتوا المكونات. انا شخصيا اي ماسك استعملته للبشره ديالي كنستعملو للرقبه، اي كريم كنستعملو الوجه ديالي كنستعملو الرقبه حتى هو نفس الشيء. الرقبه كما قلت لكم بحالها بحال الوجه ديالكم، حتى هي خاصها العنايه المكثفه باش كنحافظوا عليها، سواء كنحافظوا على توحيد اللون فيها، الشباب ديالها، عدم الشيخوخه، ترطيب، بزاف ديال الحوايج باش كيبان عندنا منظر صحي، وفي نفس الوقت كيبان على ان اللون ديال البشره بحال اللون ديال العنق، هذا يكون عندنا واحد المنظر اللي هو زوين. وكنصحكم ما تستعملوش نهائيا الفون دو تان، بعدوا على كريم الاساس وخصوصا في فصل الصيف ما عندكم باش تستفادوا منه. ودابا غادي ندوزو لاهم جوج خطوات للعنايه بهذه المنطقه هذه. كما قلت لكم هذه المنطقه هذه بحال الجسم كامل والبشره حتى هي خاصها العنايه، ولهذا غادي نشارك معكم واحد الكريم كنستعملو انا يوميا في الليل الجسم ديالي كامل وبما فيهم الرقبه، اللي هو السيام دي بي وايت لي كوربوريل. هذا واحد لو لي اللي هو كيبيض لون الرقبه، صراحه كيبيض كاع الجسم. الا عندكم اسمرار في الجسم ديالكم يمكن لكم تستعملوا هذا الكريم هذا، فهو جد فعال في التخلص من البقع الداكنه وتوحيد اللون والتخلص من اسمرار يعني اي منطقه عندكم في الجسم. بالنسبه لي انا كنستعملو يوميا في الليل باش كنحافظ على الرطوبه، ولا كنحافظ على هذه المنطقه هذه كنحافظ ليها على الرطوبه ديالها وكنوحد اللون فيها. هذا الكريم هذا فهو جد فعال في تبييض وتوحيد وترطيب الجسم كامل بما فيهم الرقبه واليدين. طبعا هذه المناطق هذو كاملين كيحتاجوا الترطيب. انا بالنسبه لي الترطيب شي حاجه اساسيه دائما، ترطيب ترطيب ترطيب، سواء الجسم ديالكم او البشره ديالكم او الشعر ديالكم باش كتحافظوا على المظهر يكون صحي.
طبعا ما نساوش اهم خطوه واللي هي الحمايه خير من العلاج. انا غادي نشارك معكم احسن واقي شمسي بالنسبه لي انا، هذا احسن واحد توب 1 بالنسبه ليا، كنستعملو على البشره ديالي والعنق ديالي واليدين ديالي واي منطقه عندي في الجسم اللي كتكون معرضه لاشعه الشمس، اللي هو اكتينيكا لوسيون اكرون سولير واقي شمسي. هاد لا مارك هادي فهي جد رائعه وجد فعاله، هذا رقم 1 في الحمايه من اشعه الشمس سواء البشره الجسم او لا العنق. هذا الواقي هذا كما قلت لكم عنده حمايه قصوى وترطيب عالي، هذا ما كنستغناش عليه انا في فصل الصيف بالخصوص لانه كيحمي بواحد الطريقه رائعه وعاليه جدا. يعني هو نورمالمون خاصك ديرو كل 8 ديال الساعات، ولكن في فصل ديال الصيف كنصحكم على انكم ديروا كل 4 ديال الساعات بكميه وفيره باش كتحافظوا على البشره ديالكم والجسم ديالكم من اشعه الشمس ومن العوامل الخارجيه ومن التاثيرات السلبيه ديال فصل الصيف. دونك هذا من احسن بالنسبه لي انا احسن واقي شمسي اللي انا جربت، اللي هو هذا نمبر 1 هو هذا. الصراحه كيحمي بواحد الطريقه جد فعاله، حمايه قصوى من اشعه الشمس سواء البشره او لا الجسم. كما قلت لكم كنستعملو كل 4 ديال الساعات وكنعاود نجدو وكندير كميه وفيره العنق ديالي والوجه ديالي والعنق ديالي. الوقايه خير من العلاج، ضروري من استعمال الواقي الشمسي سواء البشره والعنق ديالنا باش كنحافظوا على الشباب ديالهم وكنحافظوا على اللون ديالهم وكنتجنبوا اسمرار والبقع الداكنه وجميع مشاكل فصل الصيف. طبعا كان هذا هو الروتين ديال اليوم، اتمنى انه يكون نال اعجابكم، تكونوا استفدتوا معايا. طبعا ما تنساوش انكم تبداو تهتموا بهذه المنطقه هذه وتعتنيوا بها وتعطيوها الوصفات والفيتامينات والكريمات باش حتى هي تجاوب معكم ويكون عندكم منظر صحي سواء للبشره والعنق ديالكم ويكون عندكم لون موحد. طبعا دابا وصلنا لاخر ديال الفيديو، الا عندكم اي سؤال خليو لي في الكومونتير، ولا عندكم اي حاجه تبغيو نصورها لكم خليو لي في الكومونتير. دابا نخليكم هنايا فوقاش غادي نشوفكم ان شاء الله في الفيديو الماجي. السلام عليكم.